تدخل الكائنات المنتجة الطاقة للشبكة الغذائية بينما تعيد الكائنات المحللة الطاقة للبيئة. تدخل الكائنات المنتجة الطاقة للشبكة الغذائية بينما تعيد الكائنات المحللة الطاقة للبيئة. تمثل السحالي المستهلكات الأولية في النظام البيئي الصحراوي. توضح الشبكات الغذائية تداخل العلاقات الغذائية بين الكائنات كما يلي: يتنافس أكثر من كائن حي على نفس المصدر الغذاء، مثل يتنافس كل من الضفدع والسحلية على الجرادة. الضفدع والسحلية تتنافس على الجرادة. يحصل كائن واحد على غذائه من أكثر من مصدر، مثل يتغذى الثعبان على كل من الضفدع والسحلية والفأر. يمكن أن يكون الكائن الواحد مفترس وفريسة في ذات الوقت. الضفدع مفترس للجرادة وفريسة للثعبان. كيف تعتبر الشبكة الغذائية نظاما لانتقال الطاقة؟ توضح الشبكة الغذائية انتقال الطاقة التي تبدأ من الشمس، تنتقل إلى الكائنات المنتجة ثم إلى الكائنات المستهلكة حتى تصل إلى الكائنات المحللة. لم تعد لما تعد الشبكة الغذائية أنسب من السلاسل الغذائية لتوضيح العلاقات الغذائية بين الكائنات